السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم الشيخ الروحاني أخوكم عبد الكريم أبو إبراهيم العماني. أتكلم اليوم في هذه الحلقة المباركة عن كشف الكنوز. في جميع بقاع العالم يوجد كنوز وآثار، والبشر يسعون للحصول عليها بأي ثمن بغرض بيعهم والحصول على الأموال الطائلة. وهناك كنوز يتم دفنها على مستوى قريب من الأرض، وهناك كنوز يتم دفنها على مستوى عميق جدا واستخراجها صعب جدا. وهناك كنوز مرصودة وكنوز غير مرصودة طبعا. والكنوز المرصودة أي كنوز التي يرافقها الأفاعي والعقارب والجن. حتى نعرف إذا كان في هذا المكان كنوز يجب أن نتواصل مع الشيخ لكي يعطيك غرض روحاني أو خدام مسلمون يبحثون في هذا المكان إذا كان هناك كنوز أو لا. وأيضا إذا كان الاستخراج صعب جدا فيتوجب على الجن استخراج الكنوز بأنفسهم. والغرض الروحاني قد يكون خاتم أو قلادة أو مسبحة روحانية. والله ولي التوفيق. تواصلوا معنا يا جماعة الخير على الرقم الموجود على الشاشة، أو أنا أحط لكم في الوصف الرقم. تواصلوا معنا على الواتساب، إن شاء الله بنرد على الجميع وما بنخجل أحد. كان معاكم الشيخ الروحاني عبد الكريم أبو إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.